أعزائنا المشاهدين في كل مكان، نقدم إليكم حلقة جديدة ومميزة مع فضيلة الشيخ حيدر الشموسي، حلقة تخص المشروع الحسيني وتخص واقعة كربلاء وواقعة عاشوراء. بداية رحبوا معي بفضيلة الشيخ حيدر الشموسي. السلام عليكم شيخنا. ورحمة الله وبركاته. الشيخ حيدر الشموسي إمام جماعة وخطيب في حسينية الفضل عباس عليه السلام، وكذلك حسينية العثماني رحمة الله عليه. أحسنتم الله شيخنا. يسلمكم، الله يرحمه إن شاء الله تعالى. شيخنا اليوم راح يصير الموضوع بخصوص يعني الإمام الحسين بالذات، والإمام الحسين هو وحد ثورة ضد الظلم والطغيان كما نعلم وتعلم. فإحنا نبتدي وياكم شيخنا الفاضل بسؤال يعني أول ينطرح، يعني سؤال جدلي. احنا نعرف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو معصوم ولديه علم، وعلوم الأئمة هي من الله سبحانه وتعالى. فنعلم أن الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم بمقتله ويعلم بماذا سيجري عليه وعلى نسائه. فالبعض يستشكلون علينا ويقولون أن هذا شبه انتحار، وهذا شبهة. نعم. وهذا شبهة وتشكيك في قضية. فما هو الرد على هذه الشبهة شيخنا الفاضل؟ الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين.